ثم قام بالأمر بعده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقام عليه رضي الله عنه فجمع ما وهى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الردة، منهم من ارتد عن الإسلام قاطبة وقاتلهم وردهم للإسلام. فلما شعث ما وهى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل جيوش الإسلام ليظهر قوة الإسلام، فأرسل جيشا إلى بلاد فارس بقيادة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وفتح جزءا منها وقتل من أهلها جمعا كثيرا، وجيشا إلى بلاد مصر بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، وجيشا ثالثا إلى بلاد الشام بقيادة أبي عبيدة بن الجراح ومن معه من الأمراء. وفتح للجيش الشامي في زمن أبي بكر دمشق، بصرة ودمشق، بصرة في الشام والبصرة في العراق، بصرة ودمشق وبلاد حوران وما والاها. ثم مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولم يقف الأمر عند هذا. قال ابن كثير: ومن توفيق الله وأن من الله على الإسلام أن وفق الله أبا بكر باختيار عمر. قال: ولم يدر الفلك بعد الأنبياء مثله في قوة عدله وكمال سيرته.